تمام؟ طب انا هرجع لكم الحته اللي هي الاولانيه دي في الاخر. ماشي؟ بس خلينا نكمل. يبقى احنا قلنا الدوله القانونيه هي الدوله اللي بيتوافر فيها ايه؟ 6 عناصر. ايه ال6 عناصر؟ اول حاجه الفصل ما بين السلطات. يعني ايه الفصل ما بين السلطات؟ انا عندي 3 سلطات، سلطه تشريعيه، سلطه تنفيذيه، سلطه قضائيه. السلطه التشريعيه مالها؟ اللي بتشرع. السلطه التنفيذيه القضائيه بتعمل ايه؟ بتاخد القانون اللي بتشرعه السلطه التشريعيه اللي هو مجلس النواب عشان تطبقه بمناسبه الدعاوى اللي بتتعرض عليها، عشان بعد ما تصدر الاحكام القضاء بعد ما يصدر الاحكام يدي للسلطه التنفيذيه عشان تنفذه وتوديهم السجون وهكذا. تمام؟ فقال لك ايه؟ قال لك ان يبقى في فصل ما بين السلطات، كل سلطه من السلطات دي تعمل في مكان منفصل عن السلطه الثانيه، دي بتشرع، دي مالهاش علاقه بالتشريع، فتبعت دي للي بيطبق، اللي بيطبق اللي بيشرع مالهاش علاقه بيه، عشان اللي بيطبق يروح للي بينفذ، يصدر الحكم ويبعته للي بينفذ، اللي بينفذ ملوش علاقه باللي بيطبق. طب ملوش علاقه خالص؟ لا، هو فصل قايم على التعاون والتكامل. انا لما بعت لك انت الحاجه بعتها لك عشان انت تطبق، فهو انت كسلطه قضائيه عشان بتطبق فتبعتها للي بينفذ، فاحنا هنا ايه؟ في تعاون ما بيننا وتكامل. الفصل هنا قايم على ايه؟ قلنا قايم على الوظيفه. قايم على ان السلطه التشريعيه بتقوم بوظيفه معينه السلطه التنفيذيه ما تتدخلش فيها، ولا السلطه القضائيه، والسلطه القضائيه لما بتيجي تطبق القانون على الناس وهي بتطبق القانون السلطه التشريعيه ما تتدخلش ولا السلطه التنفيذيه، والسلطه التنفيذيه وهي بتنفذ السلطه القضائيه ما تتدخلش. ده الفصل الوظيفي. تمام؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندي الدستور. قال لي يعني ايه عندك الدستور؟ قال لي الدستور هو طالما تواجد الدستور في الدوله فهو علامه على وجود ايه؟ علامه على وجود الدوله القانونيه. يبقى احنا قلنا حاجتين في الدوله القانونيه، الفصل ما بين السلطات والدستور. طب هو الدستور ده بيتعلق بايه؟ انتوا فاكرين؟ الدستور ده بينظم مجموعه من الحاجات، ايه هي؟ انتوا العجله مريحه خالص. بينظم ايه؟ بينظم شكل الدوله ونظام الحكم. فاكرين شكل الدوله؟ شكل الدوله دوله موحده، دوله مركبه، دوله موحده زي مصر فيها سلطه واحده اللي بتحكم. فيها رئيس واحد، مجلس نواب واحد، فيها سلطه تنفيذيه واحده. او دوله مركبه زي مين؟ زي الولايات المتحده. انا عندي الولايات المتحده فيها دويلات، واشنطن فيها مجلس نواب، فيها مجالس ثانيه بتاخد قراراتها بنفسها كدويله لوحدها. في سلطه بتبقى مركزيه خاصه بكل الدويلات، وفي كل دويله ليها سلطه. في مجلس نواب في واشنطن، واشنطن دي دويله، دويله يعني ايه؟ الولايات المتحده بتتكون من مجموعه من الدويلات الصغيره زي المحافظات كده في مصر، بس بتختلف عن مصر في ايه؟ ان مصر دوله موحده ليها رئيس واحد وليها مجلس نواب واحد. هناك لا، هتلاقي السلطه اللي بتحكم جوه غير السلطه اللي موجوده اللي بتحكم الدوله كلها. كل مكان ليه سلطه عشان هي اماكن كبيره. تمام؟ ده شكل الدوله. ونظام الحكم، نظام الحكم ديمقراطي، نظام الحكم ديكتاتوري. ديمقراطي يعني في حقوق وحريات ومش عارف ايه، نظام الحكم ديكتاتوري يعني الحاكم هو الاله ومحدش بيقدر يتكلم معاه وهكذا. شكل الدوله ونظام الحكم. طب والدستور ده اللي بينظم ايه كمان؟ السلطات، سلطات الدوله والعلاقه ما بينها، واللي بينظم السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه والعلاقه ما بينهم. هل العلاقه قايمه على الفصل التام ولا العلاقه قايمه على التكامل زي ما احنا كنا بنقول؟ عشان نبقى بدوله قانونيه. بينظم ايه تاني؟ الحقوق والحريات. اذا تواجدوا الثلاث عناصر دول في الدستور احنا في اطار الدوله القانونيه. يبقى الدستور علامه على وجود الدوله القانونيه. تمام؟ ثالث حاجه مبدا سياده القانون. عارفين سياده القانون معناه ايه؟ في الحته دي خضوع الاداره للقانون. ليس الا. يعني يقصد ايه؟ ان الاداره بتخضع للقانون. حدد لي هو كده، قال لي ان الاداره في الجزئيه دي بتخضع للقانون. خد بالك ان الاداره لازم تخضع للقانون. طب الاداره هتخضع للقانون يعني ايه؟ قال لي يعني زيها زي الافراد. ما ينفعش تفتئت على حقوق الافراد. ما ينفعش تخرج عن المحدد ليها قانون. لازم تكون محدد لها حاجات، الرئيس محدد له حاجات، والسلطه التنفيذيه محدد لها حاجات، والسلطه التشريعيه محدد لها حاجات، والسلطه القضائيه محدد لها حاجات، فما يخرجوش عن الاطار المحدد لهم قانونا. هنا هيسود القانون. ليه؟ احنا ما اتكلمناش هنا ليه عن المحكومين؟ لان اصلا المحكومين الاصل ان هم بيخضعوا، فاحنا مش هنتكلم عن مبدا سياده القانون، لان احنا لما نقول القانون بيسود فهو بيسود على الحكام، لان كده كده بداهه المحكومين بيخضعوا. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ 4 تدرج القواعد القانونيه.
انا عندي القواعد القانونيه عامله ازاي؟ بتيجي على شكل ايه؟ بالظبط. دستور، قانون، لائحه. دستور، قانون، لائحه. العرف في مرتبه ايه؟ العرف والمعاهدات في مرتبه القانون. تمام؟ طيب فانا عندي في تدرج القواعد القانونيه انا عندي 1 2 3 4. مفيش قاعده قانونيه بتعتدي على الاعلى منها. احنا عندي الهرم دستور، قانون، لائحه. عندي هنا بيساوي المعاهدات، بيساوي العرف، بيساوي القرارات بقانون. فين القرارات بقانون؟ اللي هو الرئيس الوزير. برافو عليك. الايه؟ ما قلنا صح؟ الرئيس اللي هو الرئيس الجمهوريه بيصدرها في الظروف الاستثنائيه، بيصدر قانون في الظروف الاستثنائيه. ده القرار بقانون. تمام؟ قال لك التدرج يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه ان دي تيجي على دي ولا دي تيجي على دي. يبقى ده يخالف ده ويخالف ده، دي ما ينفعش تخالف ده وده ما ينفعش يخالف ده. لا اللائحه تخالف القانون ولا القانون يخالف الدستور، ولا اللائحه والقانون يخالفوا الدستور، ولا المعاهدات تخالف الدستور. تمام؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ تدرج القواعد القانونيه. يبقى الدوله اللي هي القانونيه هي اللي يوجد فيها تدرج القواعد القانونيه. خامس حاجه عندي رقابه قضائيه. قال لي بص عشان تكون فاهم ايه اهم حاجه بتميز الرقابه القضائيه؟ قال لي ما هو القضاء لما يراقب انت في رقابه، ما السلطه التنفيذيه بتراقب على فكره. هو انا ايه اللي بيميز رقابه السلطه التنفيذيه عن رقابه السلطه القضائيه؟ ان السلطه التنفيذيه لما بتراقب، هو انا قلت مبدا سياده القانون معناه ايه؟ ان الحكام بيخضعوا للقانون، صح؟ ان الاداره بتخضع للقانون بجميع هيئاتها بتخضع للقانون، صح؟ ده مبدا ايه؟ يسمى بمبدا سياده القانون. فانا لو عندي هدي رقابه للسلطه التنفيذيه ده معناه ايه؟ اللي هي رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، هيبقى ده معناه ايه؟ ماشي كلام صح، بس الفكره كلها قايمه على ايه؟ قايمه على ان انا لو اديت الرقابه القضائيه للسلطه التنفيذيه ده عارفين يعمل ايه؟ هيخلي الرقابه القضائيه، لو اديت الرقابه للسلطه التنفيذيه ده هيخلي السلطه التنفيذيه حكم وخصم في نفس الوقت. مش احنا قلنا ان هو المقصود بمبدا سياده القانون ان هي بتخضع، ان الاداره تخضع للقانون؟ طب ما هو السلطه التنفيذيه هي الاداره. بما اني هديها الرقابه فانا هخليها تراقب نفسها في التعامل مع الناس. فهنا هخليها قسم وحكم في نفس الوقت. فقال لك عشان كده اكتر رقابه، انت معايا؟ اكتر رقابه بتميز الموضوع ده هي الرقابه القضائيه. هي تلك الرقابه اللي بتسهل وبتكون الموضوع فيها سهل على ايه؟ اللي بيكون فيها فكره الرقابه سهله. ليه؟ لان مفيش قسم وحكم في نفس الوقت. القضاء بيراقب، القضاء ما هو لا القضاء مش قسم، القضاء حكم بس. خلاص ما فيش مصالح، ما فيش مصالح هنا، يبقى هيوازن ويدي احكامه في اطار العدل فقط، بدون المراعاه وبدون الموازنه وبدون ان هو يبص لحد على حد والكلام ده. انما لما نروح للسلطه التنفيذيه، السلطه التنفيذيه تعاقب رئيس، السلطه التنفيذيه تعاقب رئيس وزراء، تعاقب وزير، لا ده هو يعاقب نفسه، هو اللي بيحكم يعاقب نفسه. عشان كده الرقابه القضائيه هي الرقابه الاكثر فاعليه. اخر حاجه الاعتراف بالحقوق الفرديه. الدوله القانونيه مالها؟ بالمناسبه بعد كده الميعاد 9:30 اللي انتوا جايين انا عمال اخر فيهم عشان ما امشيش. ماليش دعوه بقى انت اخرتيها يا اخرتها، انا ماليش فيه. انتوا الاثنين جايين 9:30 ماشي، ما حدش يجي 9:30. 9:30 دي الراجل ده بيجي من بيتي فعشان يروح هيأخر ماشي. فخلينا نستحمل بعض كده عشان ايه ربنا يعدي اليومين دول على خير. الاعتراف بالحقوق الفرديه ده الخلاصه بقى. اي دوله عايز تعرف هي دوله قانونيه ولا مش قانونيه، روح لفكره الحقوق الفرديه. بيعترفوا بالحقوق الفرديه وفي مساواه وفي حقوق فرديه، خلاص احنا في اطار دوله قانونيه. ما بتديش مساواه وما بتديش حقوق فرديه وحريات، احنا مش في اطار دوله قانونيه. طب احنا
لازم العناصر دي كلها تتوافر عشان نقول دوله مكتمله الاركان، دوله قانونيه مكتمله الاركان التي تتطلبها القانون واصبحت دوله قانونيه، لازم يتوافروا السته. طب توافرت اجزاء واجزاء، هنبدا بقى نشوف هي الدوله نوعها ايه. انما الدوله القانونيه اللي توافر فيها السته: واحد، فصل ما بين السلطات، فصل وظيفي قايم على الوظيفه بتاع كل منهم. فصل قايم، فصل تام ولا فصل قايم على التكامل؟ قايم على التكامل. اثنين، عندي دستور ينظم شكل الدوله ومش عارف ايه والكلام ده كله. احنا عشان نعرف الدوله قانونيه ولا لا لازم يبقى فيها دستور، لان الدستور هو اللي بينظم السلطات. خلاص ده واحد هو ده اللي بينظم لي السلطات، يبقى انا ما عنديش مشكله طالما هو بينظم لي السلطات، يبقى الدنيا خلصانه. هتهري؟ لا، هو انت في دستور، في دوله قانونيه. مفيش دستور مفيش دوله قانونيه. سياده القانون، الدوله اللي بيخضع فيها الحاكم للقانون هي الدوله القانونيه. الدوله اللي بيخضع فيها مؤسسات الدوله للقانون هي الدوله القانونيه. الدوله اللي بتخضع فيها هيئاتها للقانون هي الدوله القانونيه، غير كده هي مش دوله قانونيه. تضارب القواعد القانونيه. الدوله القانونيه مش هتلاقي فيها القانون على درجه واحده، لا هتلاقي فيها القانون متدرج. طب ليه القانون متدرج؟ ما هي دي ليها حته ليها علاقه بالسلطه التنفيذيه. هي السلطه التنفيذيه بتصدر ايه؟ اللوائح، صح؟ فاللوائح اللي بتصدرها السلطه التنفيذيه، تمام؟ عشان يصدر القانون وفي دستور، الدستور اعلى منها، يبقى لما تيجي السلطه التنفيذيه تصدر لائحه لازم تراعي الدستور، والا هيتم الغائها عن طريق محكمه الدستوريه العليا. فده من مبدا سياده القانون من الدوله القانونيه. ما هي الدوله القانونيه، ما هي دي حته ليها علاقه بالرقابه. مش انتوا فاهمين حاجه ولا لا؟ مش المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه هنا هتراقب على ايه؟ المحكمه الدستوريه هنا هتراقب على ايه؟ هتراقب على السلطه التنفيذيه. هتراقب من حيث ايه؟ من حيث تطابق اللائحه مع الدستور. هل اللائحه اللي بتصدرها السلطه التنفيذيه متطابقه مع الدستور ولا متطابقه؟ عشان بالظبط، مش عشان ما تعلاش، عشان ما تخالفش. ماشي؟ عشان ما تخالفش. تمام؟ الرقابه القضائيه. قلنا ان ما يميز الرقابه القضائيه عن الرقابه اللي هي بتاعه السلطه التنفيذيه ان السلطه التنفيذيه بتكون خصم وحاكم في نفس الوقت. انما الرقابه القضائيه ده القضاء هو المختص هنا. فانا ما عنديش مشكله. تمام؟ طيب الاعتراف بالحقوق الفرديه. الحقوق الفرديه اهم حاجه في الموضوع. قلت لكم لان اللي بيميز الدوله القانونيه عن غيرها من الدول هو ايه؟ الاعتراف بالحقوق الفرديه. طيب هقول بس الحته اللي انا قلت لكم في الاول دي بسرعه. الدوله كانت في الاول، الموضوع نشا ازاي؟ نشا ان الدوله الاول كانت عامله ازاي؟ الدوله الاول كانت بيخضع المحكومين للقانون، ده من زمن الزمن. تمام؟ بداوا بعد كده بدات تظهر مشاكل عشان الحكام ما بيخضعوش للقانون. في العصور القديمه ما كانش بيخضعوا للقانون. قال لي عندك حاجه اسمها المشروعيه الاداريه. ايه المشروعيه الاداريه؟ معناها خضوع الحكام والمحكومين للقانون. وبما ان ففي رايين ظهروا، قال لك بما ان الحكام ما كانوش بيخضعوا زمان للقانون، اذا انا ما كانش عندي مشروعيه اداريه. ليه؟ لان المشروعيه معناها ان خضوع الحكام والمحكومين للقانون. تمام؟ راي تاني ظهر قال لك ايه؟ لا ده الحكام كانوا بيخضعوا زمان. او بيخضعوا في وقت لاحق بس ما كانش بعيد. فاذا كان عندي مشروعيه اداريه زمان. الدكتور جه قال لك ايه؟ قال لك مفيش خلاف هنا. سواء كان الحكام بيخضعوا زمان او ما بيخضعوش، فانا عندي ايه؟ عندي مشروعيه اداريه. ليه؟ لان انا طالما القانون بيطبق في وش المحكومين، طالما القانون بيطبق على المحكومين، فانا ما عنديش مشكله. يبقى في هنا مبدا مشروعيه اداريه. كل الفكره في حاجه. ايه يا عم الفكره؟ قال لك كل الفكره في كلمه واحده. ايه هي الكلمه؟ قال لك كل الفكره ان انا لو عندي مشروعيه اداريه لان كان بيطبق الموضوع على المحكومين، فهنا كل القصه هتنطبق على ايه؟ هتنطبق على جزئيه واحده اللي هي بتاعت ان هي بتطبق بصوره ناقصه. يبقى عندي مشروعيه اداريه في الدوله ولكن مشروعيه اداريه ناقصه. لان المشروعيه الاداريه بالكامل تتطلب خضوع الحكام والمحكومين للقانون. قال لك طيب هو الحاكم هيخضع للقانون على اساس ايه؟ او ايه الاساس اللي هيخلي الحاكم يخضع للقانون؟ في زي ما قلت لكم هنقول ان في 4 نظريات، وبعد كده الدوله الحديثه.
4 نظريات. النظريه الاولى بتقول لك الحقوق الفرديه. ايه الحقوق الفرديه؟ قال لك ان الافراد بموجب قانون طبيعي. ايه القانون الطبيعي؟ القانون الطبيعي ده في قانون اسمه قانون وضعي وقانون اسمه قانون طبيعي. ايه القانون الطبيعي؟ القانون الطبيعي ده القانون اللي تواجد قبل القانون الوضعي. هو زمان الافراد لما كانوا بيقعدوا مع بعض ما كانش في قانون؟ لا، ما هو كان في حاجات بتحكم العلاقات، بس ما كانش قانون من وضع الافراد. ده كان قانون اتفرض على الناس، علاقات ما بين الناس نشأ عنها قواعد، فبدأت القواعد دي تطبق، بس مش بموجب قانون مكتوب صادر عن السلطة التشريعية، لا ده بموجب قواعد نشأت ما بين الناس. ده اسمه القانون الطبيعي. فقال لك بما ان القانون الطبيعي ده كان بيدي للافراد حقوق وحريات، وفكره خضوع الحاكم للقانون ده هيبقى في اطار ان الحاكم عشان يخضع للقانون فهو قصاده هيدي للافراد حقوق وحريات. اذا هي الموضوع ده جاي من القانون الطبيعي بتاع قبل كده. يبقى هم قال لك الحقوق الفرديه دي موجوده من امتى؟ موجوده من زمن الزمن، مش من القانون الجديد، ده موجوده من قبل كده. فالحاكم بيخضع للقانون على اساس ان كان في قانون طبيعي متواجد قبل القانون الوضعي. تمام؟ بعد كده في نظريه ثانيه، نظريه اسمها نظريه العقد الاجتماعي. مالها نظريه العقد الاجتماعي؟ قال لك تعالى احنا هنعمل عقد مع الحاكم. مقتضاه ايه؟ احنا هنقول لك انك انت تحكمنا فتفرض سلطانك علينا، وفي نفس الوقت تدينا مجموعه من الحقوق والحريات. وبكده هنمضي مع بعض العقد. العقد ده هيبقى بمقتضاه احنا الاثنين بنتعامل مع بعض. 3. ايه الثالث؟ ايه ثالث حاجه؟ قلنا المسيحيه. ظهرت المسيحيه. لما المسيحيه جت ايه اللي حصل؟ المسيحيه اهتمت بحاجه واحده بس، الحريه العقيده. طب يا مسيحيه ما في حريات ثانيه؟ قال لك لا، هي الحريه اهم حاجه عندي، حريه العقيده. فبالتالي ما ادتنيش تفسير واضح لفكره وجود الحاكم او اساس خضوع الحاكم للقانون. ظهر بعد كده الاسلام، والاسلام بدا ياخدني لفكره ان كل الناس سواسيه، وبما ان كل الناس سواسيه فالحاكم هيبقى الحاكم هيبقى زيه زي الناس. هو بيتولى حكمهم على اعتبار ان هو الامر والناهي، ولكن في اطار ايه؟ في اطار خضوع للقانون. واضح؟ بعد كده ظهرت الدوله الحديثه. الدوله الحديثه اللي هي ايه؟ تحولت الدوله من دوله ايه؟ متدخله، من دوله حارسه الى دوله متدخله. ايه الدوله الحارسه؟ الدوله اللي بتتولى الامن. حارسه من اسمها، مهمتها الحراسه، مهمتها الامن. الى دوله متدخله. يعني ايه متدخله؟ الدوله اللي تتدخل في الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وكل الشؤون اللي ليها علاقه بان ما تسيبش الافراد حاجه. بس في الدوله الحديثه ظهرت بقى فكره الحقوق والحريات وهكذا. في اي مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا خدت عندي تاريخ المشروعيه الاداريه، خدت عندي سياده القانون. جم اختلفوا، ما وراهمش غير الخلافات. ايه الخلاف اللي اختلفوا عليه؟ قال لك هي اسمها المشروعيه ولا اسمها الشرعيه؟ ايه؟ تفرق. مش قال له علمني ده، فقال له تعالى في الهيفا وصدر. بس عشان هو فعلا المدلول بتاعهم بيختلف. رأي جه قال لك ايه؟ هما الاثنين مصدرهم شرع. تمام؟ بس انت لما بتيجي تتكلم عن الشرعيه بيوحي الاذهان ايه؟ مصطلح الشرعيه. هو الحد مش عايز بالظبط. بيوحي للاذهان، ده رأي. يقول لك بيوحي للاذهان ايه؟ بيوحي للاذهان فكره الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه. او الشريعه الدينيه في العموم. لما تيجي تتكلم عن المصطلح يبقى اذا هو مصطلح ديني. انما لما تيجي تتكلم عن المشروعيه فانت تتكلم عن ايه؟ عن هل وجود الحاكم موجود بصفه مشروعه؟ يعني ده مصطلح سياسي بيتكلم عن مشروعيه وجود الحاكم في السلطه. هل الحاكم تواجد في السلطه فعلا ولا الحاكم ما تواجدش في السلطه؟ لو الحاكم متواجد في السلطه بطريقه صح عن طريق انتخابات وهكذا فهو احنا في اطار مشروعيه. لو الحاكم ما تواجدش في السلطه فاحنا في اطار غير مشروعيه. ده اللي قال بيه واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه دكتور يحيى الجبل. تمام؟ بعد كده جه الدكتور قال لك لا. طب عايز ايه يا دكتور؟ قال لك هم وان كان الاثنين مصدرهم كلمه شرع الا ان الاثنين ليهم مدلول قانوني بيختلف. الاثنين ليهم ايه؟ مدلول قانوني بيختلف.
الدكتور قال لك ايه؟ قال لك ان هو الموضوع ما بيتعلقش بايه؟ فكره الدين. يعني انت ما تقوليش عشان شرعيه يبقى احنا في اطار ايه؟ في اطار الشريعه الدينيه. لا، احنا ما بنتكلمش على الشريعه الدينيه. امال بنتكلم على ايه يا دكتور؟ قال لك لا، دي ليها مدلول قانوني. تمام؟ قال لك دي ليها ايه؟ مدلول قانوني. وجه اتكلم قال لك ايه؟ قال لك ان هي كلمه هناك في فرنسا بيستخدموا لفظ الشرعيه. وقال لك لا اعتقد ان كلمه الشرعيه في فرنسا المقصود منها قصد ديني. لا، دي الشرعيه مصطلح مقصود به مصطلح سياسي بحت. طب ازاي يا دكتور مصطلح سياسي بحت؟ قال لك مصطلح سياسي لان الشرعيه قصده ايه هنا؟ قصده شرعيه وجود الحاكم في السلطه، شرعيه حكمه، شرعيه حكم الناس. شرعيه ايه؟ حكم الناس. يبقى اذا هو مصطلح، الدكتور بيقول لك ايه؟ هو مصطلح سياسي بحت، مش مصطلح ديني. يجي لك في صح وغلط. يجي لك في صح وغلط، يقول لك نعد مصطلح الشرعيه مصطلح ديني. غلط. هو مصطلح من وجهه نظر الدكتور هو مصطلح ايه؟ بالظبط. ماشي؟ لان الشرعيه كان مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها فكره شرعيه وجودك في الحكم او اسناد السلطه. مين اللي سلطته هتبقى شرعيه؟ مش كانوا بينادوا بعد ثوره 2000 اسمها ايه دي؟ 25. لا، بعد 25 يناير. لا، بعد في 2014. ماشي؟ كانوا بينادوا بايه؟ ثوره 30 يوليو. كانت في سنه كام؟ انا نسيت. يا لهوي، ده معلومات مش معلومات، وانا ما عنديش معلومات الدنيا كويسه. في 2012 2013 ما علينا. 2014 ما علينا. المهم يعني مالها؟ الثوره دي كان بيقول لك ايه؟ مش كانوا بينادوا محمد مرسي يقول لك ايه؟ الشرعيه 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 الشرعيه. قصدهم ايه؟ ان لما تم اسناد السلطه دي تم اسناد السلطه بموجب انتخابات. فانت ازاي بتاخدها منه؟ طب ما احنا قبل كده كنا عند مبارك. مبارك لما تم اسناد السلطه دي كانت بانتخابات، ولما خرج الناس عليه خرجت بثوره. فاشمعنى ما كانش فيه شرعيه ساعتها والشرعيه اتغيرت دلوقتي؟ ولا هي شرعيه للناس وناس؟ انا لا مع ده ولا مع ده. انا بفسر لك الجو العام. دلوقتي لما خرجت بثوره ساعه يناير الناس كلها كانت معاها، واول ناس تبنوا الموضوع وقالوا لك احنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا الاخوان المسلمين. وقلت ايه؟ وقلت ان هو الشرع، ان هي ان ده حاكم ظالم وبتاع ونخرج عليه. طب لما الناس خرجت على محمد مرسي ليه قلت الشرعيه الشرعيه؟ ما هي يعني الشرعيه ما كانتش متواجده ساعه مبارك، متواجده ساعه محمد مرسي؟ لا، متواجده. تمام؟ طيب قال لي طب مصطلح بقى المشروعيه. مصطلح المشروعيه اختلفوا فيه لثلاث اراء. قال لك ايه معنى المشروعيه؟ قال لك اول حاجه معنى المشروعيه ان كل عمل الاداره سواء قانوني او مادي لازم يكون في اطار قانوني. يعني ايه لازم يكون في اطار قانوني؟ قال لك يعني لازم يكون بموجب اذن. ايه ده؟ لازم يكون بموجب اذن. اذن من مين؟ قال لك لازم يكون الاداره القانون اذن لها ان هي تعمل كده. اذن طبقا لقواعد العمل. طب ده معناه ان الاداره ما لهاش سلطه تقديريه؟ يا سلطه تنفيذيه ما لهاش سلطه تقديريه؟ ليها فين؟ انا بقول لك لازم تاخد اذن. ليها؟ ممكن تقل. ماشي. انا بقول دلوقتي المشروعيه. هنتكلم عن مصطلح المشروعيه. في ثلاث اراء. راي اول قال لك ايه؟ قال لك ان عشان كلمه المشروعيه المقصود منها ايه؟ المقصود منها ان الاداره وهي بتتصرف لازم تصرفاتها تكون واخده فيها اذن، سواء تصرفاتها القانونيه او الماديه، الفعليه او الماديه، لازم تكون واخده فيها اذن. اذن من مين؟ من القانون. يبقى هي ليها سلطه تقديريه ولا لا؟ قال لك ليها سلطه تقديريه. طب ازاي؟ انا لازم اخد اذن. قال لك لا، ما هو بص، هي هتاخد الاذن بس القانون اداها الاذن انها تتصرف التصرف ده، خلاص هي اللي تحدد شكله. يبقى بتاخد اذن تحدد شكله ليها سلطه تقديريه بس السلطه التقديريه بتاعتها امتى؟ سلطه تقديريه مغلوله بعد ما يصدر الاذن من القانون ليها سلطه تقديريه.
يبقى الراي الاول قال لك ايه؟ تصرفات الاداره لازم فيها اذن. انهي تصرفات؟ التصرفات الفعليه والماديه او التصرفات القانونيه والماديه لازم فيها ايه؟ اذن. اذن من مين؟ من الاداره بالظبط كده. يبقى الاداره لازم فيها اذن، انك تديني اذن عشان ايه؟ لازم تديني اذن عشان اقدر اتصرف التصرفات اللي ايه؟ التصرفات اللي هي اللي انا عايزها، وانا اللي بحدد شكل التصرف. تمام؟ طيب. الرأي الثاني اتكلم على ايه؟ ماشي؟ قال لك بص بقى، الاذن ما يكفيش، احنا هنشدد شويه على الاداره. تعملي ايه مع الاداره؟ قال لك هنديها حاجه اشد. لازم كل تصرف للاداره لازم يكون طبقا لقاعده عامه. مش فاهم؟ قال لك القانون بيحدد قواعد عامه. القواعد العامه اللي بيحددها القانون دي كل تصرف للاداره لازم يكون مواكب ليها. طب ما هو زي اللي فات. قال لك لا، اللي فات كان اذن بس والاداره بتحدد شكل التصرف. هنا الاداره ايديها مغلوله. ما حددش حتى شكل التصرف. الاداره آلة تطبق القاعده العامه اللي موجوده بالنسبه لها بس. مفيش اكتر من كده. تمام؟ والراي الثاني ده ما حدش بياخد بيه، لان مفيش حد بيغل ايد الاداره عن كل حاجه كده. لا، ده هم بيدوا الاداره، يقول للاداره اصدري لائحه. القوانين تدي الاداره تقول لها يعني زي مصر مثلا. مصر بتدي الاداره تصدر اللائحه وتقول لها انت حددي شكل اللائحه وهكذا. يبقى احنا في مصر بنعمل ايه؟ اصدريها في حدود القانون. انت ملزمه بالقانون، بس خدي بالك وانت ملزمه بالقانون احنا بنديكي حقك انك بشكل التصرف. ان هو مديكي مثال هنا بيقول لك اللائحه في مصر وفرنسا ما بيتبنوش الراي الثاني. طب ليه ما بيتبنوش الراي الثاني؟ قال لك لان في مصر وفرنسا بيدوا حريه شويه للاداره وسلطه تقديريه شويه للاداره. تمام؟ طيب الراي الثالث قال لك ايه؟ وده بقى اهم راي وده اللي البسيط. قال لك بص، اهم حاجه ان عمل الاداره ما يخالفش القانون. قال لك ده فيه التزامين. الاداره عليها التزامين. اول حاجه التزام ايجابي بانها ايه؟ قال التزام ايجابي بانها كل الاعمال مركزين معايا. يبقى الاداره ايه؟ ما تعملش اي عمل مخالف للقانون. تمام؟ ركزوا معايا بس 10 دقايق. الاداره تعمل ايه؟ الراي ده الراي الثالث. يبقى راي اولاني قال لك ايه؟ لازم اذن سواء تصرفات ماديه او قانونيه. طب معناه ان الاداره مالهاش سلطه تقديريه؟ قال لك لا، ليها سلطه تقديريه فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بعد ما تاخدي الاذن من القانون يكون سامح لك، خلاص فيما يتعلق بشكل التصرف ليكي حق. الراي الثاني قال لك ما فيش منه الكلام ده، انت هتصدريه طبقا لقاعده عامه زي ما القانون قال لك بالظبط. طب يا عم السلطه التقديريه قال لك لا، الاداره مالكيش. طب في مصر وفرنسا بيتبنوا الراي ده؟ قال لك لا. في راي بسيط جدا وده اللي هنرجح منه شويه. ايه هو الراي ده؟ قال لك ان تصرفات الاداره الا تكون مخالفه للقانون. المشروعيه معناها ايه؟ تصرفات الاداره ما تكونش مخالفه للقانون. بسيط جدا. لا عايزين اذن ولا عايزين اي حاجه، اهم حاجه ما تخالفش القانون. فقال لك كلمه ما تخالفش القانون دي كلمه فضفاضه، احنا عايزين نفهم معناها ايه. قال لك ان معناها ان الاداره عليها التزامين. التزام ايجابي واخر سلبي. ايه الالتزام الايجابي؟ بالظبط. غلط. برافو عليك، غلط. ده الالتزام السلبي. ان الاداره لما تتصرف في حدود القانون. ايه؟ ما انا بقول لك الالتزام الايجابي ايه؟ هو الالتزام الايجابي ده معناه ايه؟ ان انا هعمل حاجه. الالتزام السلبي ان انا همتنع عن حاجه. طب انا هعمل الاداره تعمل ايه؟ لما تتصرف في حدود القانون. ده التدخل اهو. هتتدخل وهتعمل حاجه فتتصرف في حدود القانون. طب الالتزام السلبي تمتنع عن ايه؟ بالظبط كده. هتمتنع عن الخروج عن القانون. تمام؟ طيب. الدكتور بقى جه وقال لك ايه؟ قال لك ان تصرفات الاداره تكون فيما يتعلق بالخضوع للقانون على اساس منه. قال لك بقى نبدا نراعي القانون، فهي ما تخالفش القانون. والالتزامين اللي انا قلت لك عليهم دول موجودين. التزام بان الاداره لما تؤتي عمل تؤتيه في حدود القانون، والتزام ان الاداره تمتنع عن القيام بالاعمال اللي هتكون مخالفه للقانون. مش عايزين اكتر من كده.
في اي مشكله في الكلام اللي انا قلته لحد دلوقتي؟ قلت ليه؟ ده لحد نص صفحه 7 يعني ما خدتوش حاجه. لسه الدماغ بتاخد معلومات. ايه؟ عشان لسه الدماغ بتاخد معلومات. يعني كفايه كده؟ ماشي. كفايه كده. كمان انت عايز تنام؟ لا انا عادي، انا معاك. انا فاهم. انا لو انتوا عايزين لسه نعمل لسه ممكن 10 دقايق، نكتر السنتر نقعد 10 دقايق، ولو بيقفلوا 10 ونص هنقفل الباب، في الباب من جوه براحتنا، يقفل علينا السنتر ويطلع براحته. هو اللي براحته. مش هنبدأ هنا، هو يجي يفتح لنا بس لما نخلص. مش مشكله كده لحد نص ايه؟ لحد نص